ناس كتير ما تعرفش يعني ايه مقاومة انسولين. الموضوع بسيط ومش بسيط. يعني ايه الكلام ده؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد ابو زيد. تعالوا نعرف مع بعض يعني ايه مقاومة انسولين. بس قبل ما نتكلم عن مقاومة الانسولين، تعالوا نعرف ازاي الانسولين بيتعامل مع السكر في الجسم. في الحالات الطبيعية الانسولين بيتفرز في الجسم علشان يدخل السكر الخلايا. ده الطبيعي. انت اكلت فالسكر زاد في جسمك، فحصل تنبيه لخلايا البنكرياس المسؤولة عن افراز الانسولين. الانسولين طلع عشان يدخل السكر ده الخلايا، وبالتالي جميع العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمك تتم بشكل طبيعي. في مقاومة الانسولين ايه اللي بيحصل بقى؟ انت بتاكل فالسكر بيزيد في جسمك، فالبنكرياس بيطلع انسولين علشان يدخل السكر الخلايا. فالمفاجأة ان الخلايا مش بتستجيب للانسولين ده، كأنها مش شايفاه، فيقوم البنكرياس يطلع كميات اكبر عشان الخلايا تحس بالانسولين. ومع الوقت وحدوث الموضوع ده بشكل مستمر يبدأ يحصل ارهاق لخلايا البنكرياس. ما طبيعي جدا، انت بتضغط عليها وبتخليها تطلع كميات اكتر من الطبيعي. مستني يحصل ايه؟ هنا بقى يبدأ يحصل لك مشاكل تانية نتيجة مقاومة الانسولين اللي انت مهتمتش بيها، وهنعرفها دلوقتي مع بعض. اهم الاسباب اللي ممكن تشوفها على مريض مقاومه الانسولين. تعال اقول لك اهم الاسباب اللي تعمل مقاومه انسولين. اول حاجه، وده يعتبر من الاسباب الرئيسيه لحدوث مقاومه الانسولين، هي السمنه وزياده الوزن. تاني حاجه، زياده كميه الدهون وخصوصا الدهون اللي بتكون في منطقه البطن. وهنا عايزين نسال سؤال مهم جدا: هل مقاومه الانسولين ممكن تيجي لحد رفيع؟ ايوه طبعا، لان في اسباب تانية لمقاومه الانسولين زي العامل الوراثي والتوتر المزمن. مش لازم يكون السبب زيادة الوزن أو زيادة الدهون. وحابب أوضح نقطة هنا، إن ممكن الشخص الرفيع ده يجيله مقاومة أنسولين بسبب زيادة الدهون. إزاي يا أبو زيد الكلام ده؟ ممكن الشخص الرفيع ده يكون عنده زيادة في نسبة الدهون بس لسه ما ظهرتش على جسمه من بره. تالت حاجة، ممكن يكون بسبب عدم الاهتمام باللياقة البدنية. يعني إيه الكلام ده؟ زي ما قلنا قبل كده، قاعد ما بتعملش أنشطة، قاعد ما بتعملش حاجة، ما بتتحركش من مكانك. معظم الوظائف دلوقتي بقت على مكاتب وأونلاين من البيت، فكل دي حاجات تقلل اللياقة البدنية عندنا وتسبب لنا أمراض كتير منها مقاومة الأنسولين. ممكن يكون بسبب بعض أنواع الأكل اللي بناكلها. يعني ايه؟ يعني واحد معتمد على الاكل السريع، معتمد على الحاجات اللي فيها دهون وكربوهيدرات بشكل كبير، معتمد على الدهون المشبعه، معتمد على السكريات بنسبه كبيره جدا. كل دي حاجات بتسبب مقاومه انسولين مع الوقت. طيب يا ابو زيد، انا باكل كميه سكريات وحلويات كتير جدا، هل ده ممكن يعمل لي مقاومه انسولين؟ اه طبعا ممكن يعمل لك مقاومه انسولين. خلينا متفقين ان الاعتدال مطلوب في كل حاجه في حياتك. يعني مفيش مشكله ناكل حلويات او حاجات فيها سكريات، ولكن بنسب معقوله. انما الافراط في اكل السكريات والحلويات بشكل مستمر، ده معناه انك بتدخل كميه سكر لجسمك اكتر من اللي محتاج. فانت متوقع من جسمك يعمل ايه؟ اكيد هياخد النسبه اللي هو محتاجها من السكر والباقي هيخزنه. تخيل بقى انك بقالك مده على نفس الموضوع ده، فكل دي كميه سكر اتخزنت في جسمك وتحولت لدهون، وبالتالي احنا كده وصلنا لنفس الدايره اللي اتكلمنا فيها، ان السكر ده اتحول لدهون، فالدهون دي اتراكمت في جسمك، فالدهون دي كانت سبب من اسباب مقاومه الانسولين. ممكن كمان يكون بسبب بعض الادويه زي الكورتيزون وغيرها. خلي بالك دي تاني مره نتكلم عن الكورتيزون. لو انت شفت فيديو هشاشه العظام هتعرف ان احنا اتكلمنا عن الكورتيزون فيه. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الكورتيزون بيسبب هشاشه عظام، والنهارده بنقول ان الكورتيزون من الاسباب اللي بتعمل مقاومه انسولين. وهقولها تاني، احنا اتكلمنا وقلنا ان في حالات معينه بتحتاج الكورتيزون وده بيكون باستشارة الطبيب، انما في ناس بتتعامل مع الكورتيزون على انه نوع من الحلويات. ممكن كمان يكون بسبب حاجه اسمها كوشنج سندروم او متلازمه كوشنج، ودي بتحصل بسبب زياده الكورتيزون في الجسم سواء كان من داخل الجسم او من الخارج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حصل مشكله في جسمك ادت لزياده افراز الكورتيزون. او السبب الثاني اللي هو الخارجي، انك بتاخد كميات كورتيزون بشكل مبالغ فيه او من غير استشاره الطبيب. كمان من الاسباب اللي بتعمل مقاومه انسولين هي الاكروميجالي او داء العملاق، وده بيكون بسبب زياده هرمون النمو في الجسم. ممكن كمان من الاسباب كسور الغده الدرقيه. يعني ايه كسور الغده الدرقيه؟ يعني الناس اللي بيكون عندها نقص في نشاط الغده الدرقيه او الهايبوثايروديزم. ممكن كمان يكون السبب وراثي، يعني الشخص ده عنده استعداد وراثي ان يجيله مقاومه انسولين. وممكن كمان يكون بسبب بعض الامراض الوراثيه. ممكن كمان يكون بسبب التوتر المزمن. ايه ده يا ابو زيد؟ انا بتوتر لما بيكون عندي حاجه مهمه. انت بتتوتر لما يكون عندك حاجه مهمه، دي حاجه ما بتحصلش كل يوم. انما انا بتكلم عن التوتر المزمن. التوتر المزمن يعني واحد بيتوتر كل يوم وكل ساعه. طيب يا ابو زيد، ايه السبب؟ الشخص اللي بيكون عنده توتر مستمر بيبدا يتفرز عنده حاجه اسمها ستريس هرمونز او هرمونات التوتر، اللي منها هرمون الكورتيزول. انا عايزك تعد معايا احنا ذكرنا الكورتيزون في كام حاجه لحد دلوقتي، وشوف كميه المشاكل اللي هو بيعملها. اهم العلامات اللي بتظهر على مريض مقاومه الانسولين. تعرف ايه اهم العلامات اللي بتظهر على مريض مقاومه الانسولين؟ تعال اقول لك. المفاجاه ان ممكن ما يظهرش عليه اي علامات لفترات طويله. ممكن بقى تلاحظ على مريض مقاومه الانسولين زياده في الوزن، او زوائد جلديه بتطلع في منطقه الرقبه والوش. ممكن كمان يحصل له اسمرار في الرقبه او في منطقه الاكزيلا اللي هي المنطقه اللي تحت الابط، ودي من العلامات المشهوره جدا لمرضى مقاومه الانسولين واسمها الاكانثوزيس نيجريكانز. ممكن كمان يشتكي من اعراض ارتفاع السكر لان البنكرياس ما عادش قادر يتحكم في الجلوكوز زي الاول، والاعراض دي معظمنا عارفها، وهي الشعور بالعطش والجوع المستمر والتبول المستمر. وممكن كمان يحصل له تشوش في الرؤيه او يجي له عدوى متكرره
وغيرها من الأعراض. ممكن كمان يعاني من ارتفاع ضغط الدم. ممكن كمان من العلامات اللي تكون عنده إن الدهون بتكون مش متظبطة والاتش دي ال بيكون قليل. يعني إيه يا أبو زيد الاتش دي ال؟ الاتش دي ال اختصار لكلمة هاي دينستي لايبوبروتين، وكل ما كان موجود في جسمنا بنسب عالية ده معناه إن صحتنا كويسة. هل مقاومة الأنسولين ممكن تكون مرتبطة بحالات تانية؟ مقاومة الأنسولين ممكن تيجي لوحدها وممكن يكون معاها بعض الحالات زي زيادة الدهون الثلاثية وانخفاض ال HDL. ممكن يجي معاها الكبد الدهني، ممكن يكون معاها ارتفاع في ضغط الدم أو بعض أمراض القلب. وكمان مقاومة الأنسولين مرتبطة بشكل كبير بمرض تكيس المبايض أو البوليسيستيك أوفري سيندروم، أو حاليا اسمه البولي إندوكراين ميتابوليك أوفريان سيندروم. ممكن كمان يكون مرتبط بحاجة اسمها الميتابوليك سيندروم أو متلازمة التمثيل الغذائي. وممكن كمان لو شخص أهمل مقاومة الأنسولين ومهتمش بعلاجها تتحول لمرحلة أخطر وهي البري دايابيتس أو مرحلة ما قبل السكر، أو تتحول لمرحلة الأخطر منها وهي مرحلة الدايابيتس تايب 2 أو مرحلة مرض السكر من النوع الثاني. وهنا عايزين نسأل سؤال مهم جدا: هل مقاومة الأنسولين معناها إن الشخص عنده سكر؟ الإجابة لأ طبعا. لو الشخص عنده مقاومة أنسولين واهتم إنه يعالجها ممكن تروح من عنده، لكن لو أهمل في علاجها ممكن تقلب لمرض السكر من النوع الثاني. إزاي أحمي نفسي أو أعالج مقاومة الأنسولين؟ إزاي يا أبو زيد أحمي نفسي من مقاومة الأنسولين؟ أو لو عندي مقاومة أنسولين أعمل إيه عشان أعالجها؟ تعالى أقول لك نعمل إيه. من الحاجات الجميلة جدا إن علاج مقاومة الأنسولين معتمد بشكل أساسي على اللايف ستايل موديفيكيشن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معتمد أكتر على إننا نغير سلوك حياتنا أكتر من اعتماده على الأدوية. إزاي الكلام ده؟ تعالى أقول لك. حاول تحافظ على وزنك، ولو وزنك زاد حاول تتحكم فيه، لأن تظبيط الوزن مش بس هيحميك من مقاومة الأنسولين لكن هيحميك من أمراض تانية كتير. العب رياضة علشان تبقى بصحة كويسة وتبني عضلات، لأن ده بيساعد بنسبة كبيرة على سهولة امتصاص وحرق السكر. ظبط أكلك، بلاش أكل مليان دهون وسكريات، خلي أكلك صحي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني خلي اعتمادك على مصادر البروتين المختلفة، خلي اعتمادك على الدهون الغير مشبعة بدل الدهون المشبعة زي زيت الزيتون. بلاش تكتر من الحاجات اللي فيها كربوهيدرات كتير، كل فاكهة وخضار. وبلاش ثم بلاش تعتمد على الأكل السريع أو الأكل الجاهز من بره. وطبعا الحاجة اللي هنقولها في كل فيديو: ابعد عن التدخين وشرب الكحوليات، ودخل في نظامك الصيام المتقطع لأن دي من الحاجات اللي هتظبط جسمك. وطبعا تقلل السكريات وتنام كويس وتحاول تبطل توتر على قد ما تقدر. طيب يا أبو زيد، لو لقيت ان مفيش تحسن او لو انا عارف اصلا ان الموضوع سببه وراثي اعمل ايه؟ كده الافضل انك تروح تتابع مع دكتور بطنه غدد وسكر ودكتور تغذيه عشان يعملوا لك خطه متكامله تمشي عليها. وفي النهايه عايزين نجاوب على سؤال مهم جدا: هل مقاومه الانسولين ممكن تتعالج نهائيا يا ابو زيد؟ احب اطمنك واقول لك ان مقاومه الانسولين بنسبه كبيره ممكن تتعالج، ولكن الناس اللي بيكون عندها مقاومه الانسولين بسبب عامل وراثي او بسبب بعض الامراض نسبة الشفاء من مقاومة الأنسولين بيكون عندهم أقل شوية. بس إنك تظبط نظام حياتك علشان تعالج نفسك من مقاومة الأنسولين ده بيعلي فرص إنها تروح من عندك، لكن لو أهملتها وما عالجتهاش ده بيزود فرص إن يجيلك سكر من النوع التاني، وطبعا ده أخطر بمراحل من مقاومة الأنسولين. عرفت ليه قلنا في بداية الحلقة إنه مرض بسيط بس مش بسيط؟ دي كانت حلقتنا النهاردة وبس كده. سلام.